عملت الأكلة الحلوة دي لولادي وقلت أبخرها عشان إيه شكلها محسودة من العين والحسد. يلا بينا نعمل بلح البحر بطريقة حلوة قوي ونبخره وهيطلع طعمه جنان. وتصلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أحلى متابعين في الدنيا. نجيب بصلاية ومعلقة توم معلقتين زيت ونقلبهم مع بعض كده. ممكن تحطيهم في صينيه، وانا عن نفسي حطيتهم في الشوايه بتاعتي الجريل زي ما انتم شايفين. هنفضل نقلب فيهم لحد ما يتحمر والبصل يغير لونه، وتقدري تزودي زيت لو عايزه. انا حطيت معلقتين زيت حتى تلاقيهم ناشفين معايا. الزيت مش كتير طبعا علشان ما نتخنش، وتنفع كمان لو دايت اكله دايت حلوه قوي معاكي. زي ما انتم شايفين كنت شطفت البلح بتاعي ورقدته في ميه شويه، فتح معايا وشطفته كويس ونزلت بيه. هتقلبي مش هياخد وقت معاكي، خلي بالك على النار، يعني اقصى حاجه معاكي ربع ساعه هتكوني مخلصه الاكله. تقلبيه كده كويس وتشربيه بعضه، وتنزلي بقى بكل التوابل اللي انت ايه حباها. بس التبخير حلو قوي، عايزه اقول لكم مخلي طعمها بجد وداها في حته تانية خالص. نزلت بالشطه والتوابل بتاعتي والملح وقلبته بقى مع بعض. هتقلبيه كويس لحد ما يندمج كله مع بعض. قلتلكمش معاكم سوبر ماما. اتمنى تفرحوني باشتراك ولايك وتنوروني على القناه دي والقناه الفيسبوك واليوتيوب والتيك توك يا اجدع ناس الدنيا. ربنا يسعدكم، بتفرحوني بكومنتاتكم وبشيراتكم وبلايكاتكم. ربنا يبارك فيكم ويديكم من واسع يا رب. زي ما انتم شايفين جبت فحمه حطيتها على النار ولعتها، بعدين حطيت ورق فويل، حطيت معلقه زيت هتبخر معاكي كده تكتميها. هتعمليها في حله، في صينيه، في شوايه، في اي حاجه لازم تكتميها، علشان التدخين ده بيخليها اكنك عاملاه مشوي او على فحم، بيوديه في حته تانية خالص. وتاكلي بألف هنا وشفا. اقفلي على البخار لمده 10 دقايق. حطي بقى سمك، حطي رز، حطي اللي موجود عندك، تاكليه كده حاف. احلى جندفلي، احلى بلح بحر لاحلى متابعين في الدنيا. بالهنا والشفا على قلبكم. تاكلوه حاف، تاكلوه بقى باي حاجه. بالهنا والشفا.